السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حالكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اخوكم ادهم بيمس عليكم. دلوقتي اديكم الربيع تفاصيل الربيع بشكل صحيح. الذي يظهر قدامكم الربيع دلوقتي اللي هو البرسيم. في ناس بتقول عليه برسيم وناس بتقول عليه ربيع. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي الربيع ده له خلطة، طريقة هتخلي لك الربيع فاير بشكل صحيح، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هما 3 طرق. اول طريقة واخر طريقة ان شاء الله تكون احسن من اول طريقة. دلوقتي اول طريقة عندنا، قبل ما نقول لكم عليها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا اعادة نشر عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله مع الزراعة ما فيش اسهل منها. اول طريقة دلوقتي هنا، احنا طبعا هنا حشين الربيع. اول طريقة واغلب الناس بتعملها وهم بيحشوا البرسيم، اغلب الناس بتعملها اول هام وانت بتحش الربيع. الربيع مثلا، الربيع بشكل اللي انت شايفينه ده، لو حشيته وعليت على هنا كده عشان التفاصيل تبان اكتر برضو. لو حشيت من فوق من هنا، البرسيم هيأخر في الانبات الجديد، وممكن ما يخدرش، ما يطلعش نبات تاني اساسا. ده 1% ان هو يخدر لو انت حشيته من فوق من هنا. تمام. الطريقة الاحسن بقى ان انت تحش الربيع بشكل زي ما انت شايف، تحش الربيع على الاخر على الارض عشان ينبت بشكل صحيح، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هنا ان الربيع منبت قد ايه وما تكملش لسه اول يوم احنا حشينه. البرسيم بشكل صحيح زي ما انتوا شايفين. هذا البرسيم. تاني طريقة ودي الاهم، وانت بتروي البرسيم وانت بتسقي في البرسيم، حاول انك ترم مية على قد ما انت تقدر. حاول انك ترم مية تروي البرسيم على الاخر. دلوقتي انا بتكلم على البرسيم اللي هو الحجازي، مش المسقاوي، اللي هو الحجازي اللي هو بيقعد 7 سنين وانت على طول تحش ويطلع وراك، تحش ويطلع وراك، تحش ويطلع وراك. ولو عاوز برضو تستفيد منه انك تسيبه وتربيه، بس اول 3 حشات من اول الزراعة ما ينفعش. تسيبه تربيه وتبدأ تدرسه وتاخد منه تقاوي وتاخد منه تب. في ناس كده، والناس اللي هي عندها سعية لا مؤاخذة في الكلمة، تبدأ تحشه. وزي ما انا قلت لكم دلوقتي، انا قلت طريقتين: طريقة اللي هو تجيب الحش على الاخر، والطريقة التانية اللي هو تروي البرسيم على الاخر. تالت طريقة ودي الاهم، انك وهو الربيع عنده وانت لسه زارعه، هو الربيع عنده، هو ده طبعا انت الربيع اللي انت شايفينه ده اديله عمر دلوقتي 2 سنين. وحكيت عن التفاصيل من اول ما بديت زرع في البرسيم، حكيت التفاصيل كلها. دلوقتي بعد انبات البرسيم ب40 يوم، تبدأ تجيب له اللي هي سبلة سير، وتحطها قدام المية بشكل صحيح زي ما انتم شايفين. حطها قدام المية بشكل صحيح زي ما انتم شايفين. هتبدأ المية تسحب السماد العضوي بتاع السير، مش التاني. وعلى حسب التربة، على حسب الارض اللي انت زرع فيها، على حسب الرمل. شايف الرمل عامل ايه هنا؟ اها. على حسب الرمل اللي انت تزرع فيها يكون عدلة بشكل صحيح زي الربيع اللي انتوا شايفينه قدامكم. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. قدروا تعبنا، وان شاء الله الزراعة ما فيش اسهل منها، بس اللي يستفاد منها يكون احسن ليه. والبداية شكل البرسيم بشكل صحيح زي ما انتوا شايفين قدامكم.